J'ai choisi de travailler sur ce film de quelques événements sans signification de Moustapha Derkaoui parce que c'est un film vraiment exceptionnel qui est resté mythique dans l'histoire du cinéma marocain pour ce qu'il se représente, notamment parce qu'il a réuni toute une génération d'artistes, d'intellectuels, de cinéastes, de penseurs, de poètes qui se sont mis ensemble pour réaliser un film collectif en 1974. Le film a été tourné dans les rues de Casablanca. Il y a une énergie absolument incroyable qu'on ressent dans le film, un tumulte de sons, d'images, et c'est un film aussi très avant-gardiste. Donc ce choix vient de là, du caractère totalement expérimental et à part de ce film. أحداث بدون دلالة أو بلا دلالة، يعني لأنه بالعربية عطاوه جوج الأسماء. الاشتغال على هذا الفيلم اللي كان ممنوع واللي تم العثور عليه ومن بعد تم رقمنة ديالو وتم إعطائه حياة جديدة في الخارج أو في الداخل، وبالتالي ارتأينا أننا هذه القصة وهذه الحياة اللي عاشها هذا الفيلم منذ المنع ديالو في 74 إلى السنوات الأخيرة أنه نأرخ كل هذه الحياة في كتاب، من خلال أنه يكون كتاب جماعي أيضا مثل الفيلم، لأنه الفيلم تم الإنتاج ديالو بفضل مساهمات مجموعة ديال الفنانة والكتاب والشعراء وممثلين، وقلنا أنه نفس الطريقة نصرفوها في الكتاب، فقمنا بالاتصال بمجموعة من الأشخاص الذين وكبوا الفيلم أو الذين يعني ولدوا ما بعد الفيلم. لهذا في هذه الحالة هذه أنه بغينا نعطيو نظرة شاملة حول الفيلم وحول السينما ديال مصطفى الدرقاوي، وكذلك أنه ندخلوا هذا الكتاب الأرشيف. لا ينبغي أن نقتصر فقط على الكتابات والنصوص حتى لا يكون ممل، أنه نساهموا أيضا بالأرشيف يتعرفوا عليه الشباب خاصة أو يتفكروه الناس اللي عاشوا تلك اللحظة، لأنه الأرشيف اللي فيه غني جدا. فيمكن نقولوا بأنه الكتاب هو كتاب يجمع ما بين الحديث أو التحليل لتاريخ هذا الفيلم وكذلك لتوزيع الأرشيف واستحضاره، خاصة أنه هذا الأرشيف يعود منه أيضا إلى سنوات الدراسة ديال الأخوين الدرقاوي في بولونيا. أنا حريص في كل دورة على أننا كنختاروا كتاب ولا كتابين كنقدموهم لكي نرى بواحد المعنى نرى صورة السينما في مرآة النقد، لأن النقد يضيء يقوم بعض الاعوجاجات ويثير النقاش، وأساسا النقد مهمته يربط الإنتاجات السينمائية بما يجري في الحياة وبما يجري في العالم ككل. تقديم هذا الكتاب اليوم عنده دلالة خاصة، أن السي مصطفى الدرقاوي هو كتاب يتمحور حول فيلم أحداث بدون دلالة اللي عنده تاريخ، لأنه تبنى لسنوات طويلة عاد تسمح بالعرض ديالو في القاعات، وتم مؤخرا ترميمه، إذا عنده واحد الحياة شوية فيها بزاف ديال المطبات. والآن الفيلم هذا أحدث بدلالة، المخرج ديالو مصطفى الدرقاوي يمر بوضع صحي حرج، ومع ذلك هو معنا في هذا اللقاء ويثبت بالملموس على أن الفن يساعد
صاحبه على المقاومة والمكابرة. بالنسبة لي هذا الكتاب مهم بزاف. علاش؟ لأن كنقول مع راسي باللي هو خلاصة ديال 7 سنين ديال المدة اللي قرينا فيها في بولونيا، وعام ديال بعد رجوعنا من بولونيا اللي عام و3 شهور بالضبط. ومصطفى كيكتب السيناريو ديال أحداث بلا دلالة، أنا كنقرا له كنعطيه رأيي إلى آخره. والنتيجة ديال الفيلم اللي كتعرفوه ولا غادي تعرفوه من بعد، هو النتيجة هو هذا الكتاب. وهذا الكتاب مولات الفكرة هي لها موغان، هي اللي جمعت ديك 12 كاتب عامين وهي خدامة في هادشي، كتجمع من كتاب من عندها، ارتيكل من عند هذا. سي نور الدين سهيل ما قدراتش تمشي عنده، مشى سي احمد بوغابه هو اللي دار معاه الانترفيو وجابها. وهي كيف كنقولوا بالفرنساويه ان ترافاي دو فورمي، النمله خدمه ديال النمل. وبفضلها هذا الكتاب موجود، وانا فرحان اللي خرج للوجود وشفتو انت وشافوا الاخ ويشوفوه الناس.